أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله في هذه الليلة نتحدث حول سيرة السيد محمد سبع الدجيل سلام الله عليه في 3 نقاط. النقطة الأولى مقدمة حول مراتب الاصطفاء أو دوائر الاصطفاء. النقطة الثانية حول سيرة السيد محمد سبع الدجيل إن شاء الله تعالى. والنقطة الثالثة نتحدث حول بعض كرامات السيد محمد سبع الدجيل. دائرة أو الاصطفاء في أهل البيت سلام الله عليهم على مرتبتين، وبتعبير بعض العلماء في دائرتين. الدائرة الأولى وهم معروف الأئمة 12 سلام الله عليهم أو المعصومين 14 بما فيهم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الدائرة الثانية هذه الدائرة لا ترتقي إلى حد المستوى من العصمة الموجودة في الدائرة الأولى، ما دون هذه الدائرة الدائرة الأولى اللي هي الدائرة الاصطفائية الثانية. طيب، هل هنالك شواهد من القرآن أو نماذج تدل على هذه الدائرة الاصطفائية الثانية؟ من النماذج مثلا السيدة مريم سلام الله عليها، قال تعالى: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. من النماذج أيضا آسيا بنت مزاحم رضوان الله عليها. من النماذج كذلك لقمان الحكيم، قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. في رواية بأن وصل ما وصل إليه لقمان بالإحسان، وفي طبعا روايات ثانية بالتفكر. لكن شوفوا أخواني، الإحسان إلى الناس يصل الإنسان إلى أي مرتبة؟ إلى الحكمة. في روايات في قضاء حوائج المؤمنين بالشيء بيذكر، يعني في رواية قرأت يقول أفضل أو قضاء حاجة المؤمن أفضل من 1000 حجة. تخيلوا 1000 حجة ومتقبلة بمناسكها. يعني الإنسان إذا يروح الحج ويحج حجة واحدة ويقولوا له حجك مقبول، شوف كيف يفرح، فما بالك 1000 حجة قضاء حاجة إنسان مؤمن. ونحن أحيانا نستكاود، مثلا إذا واحد من المؤمنين قال له يريد حاجة من عندنا تحصل نستكاود، لكن شوف الفضيلة كيف. في رواية ثانية تقول: وكأنما عبد الله 9000 سنة قائما ليلة صائما نهارا. فالإنسان يصل إلى الحكمة بمراتب الإحسان والإحسان إلى الناس. في أحد من الأشياء اللي قرأتهن أو اللي سمعتهن، يمكن تكلمنا عن الملا أبو كرار حول الموضوع، حول التجارب والاقتراب من الموت. هاي برنامج يعرض، يقول هذا اللي رجعوا، اللي كان على أساس أنهم مقرر أنهم يموتوا ورجعوهم إلى عالم الدنيا، يقولوا لهم لما تيجوا عالم الدنيا نشروا المحبة بين الناس والإحسان إلى الناس، لأن هذا وايد حل أثر في عالم البرزخ. إنزين، من النماذج أيضا حبيب النجار مؤمن آل فرعون. هذا مؤمن آل فرعون طبعا قومه عذبوه ورموه بالحجارة وآذوه. بعض أساتذة الحوزة العلمية يقول تقريبا 8 أقسام من التعذيب عذبوه. الله سبحانه وتعالى بعد ما استشهد وش قال له؟ قيل ادخلوا الجنة. وش قال هو؟ قال: يا ليت
قوم يعلمون بما غفر لي ربي ويجعلني من المكرمين. شوفوا هنا أذكر نقطتين حول حبيب النجار. طبعا هاي مقدمة إلى ندخل إلى السيد محمد سبع الدجيل إن شاء الله تعالى. النقطة الأولى نلاحظ بأن أهل البرزخ عندهم اتصال بعالم الدنيا، ما منقطعين عن عالم الدنيا. الدليل لما قال يا ليت، شوفوا هذه يا ليت أداة التمني، هذا معناته أن أهل البرزخ عندهم أمنيات وتمنيات وعندهم آمال وحسرات وندم، يعني عندهم ارتباط بعالم الدنيا. يا ليت قوم يعلمون، يعني واحد إنسان قوم عذبوه ورموه بالحجارة وآذوه، أول ما يدخل الجنة وش لازم يسوي؟ أول شيء طبيعي، يعني أنت شايف الجنة ويا من العذاب، أصلا أنت يعني ما يجي في بالك أن تذكر قومك أساسا، يعني يكون كل ارتباطك وين؟ انشغالك في ويش؟ في الجنات، في الحور العين، في النعيم. طبعا هذا شيء طبيعي. تفضلوا شيخنا تفضلوا. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضلوا شيخنا. الله يخليك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يكون وين تعلق الإنسان؟ مشغول بحور العين والجنات، شيء طبيعي. لكن هو لو تلاحظوا أصحاب النفوس العظيمة، لو تلاحظوا وين اهتمامهم؟ بالناس. يعني لما قالوا له قيل ادخل الجنة، فورا هو ايش قال؟ قال يا ليت قومي يعلمون. فأصحاب هذه النفوس العظيمة اهتمامهم في حتى في عالم البرزخ، طبعا اهتمامهم في الدنيا هم كذلك، يعني فما بالك في عالم الدنيا، في عالم البرزخ اهتمامهم نفس الشيء يعني، وأكثر بالناس أكثر من اهتمامهم بأنفسهم. هذه أصحاب النفوس العظيمة. زين، في عندنا يعني مثل ما تقول نماذج من آل البيت عليهم السلام على هذه الدائرة الاصطفائية الثانية. نعم موجود. مثلا الحمزة أسد الله وأسد رسوله، في الرواية مكتوبا في قائمة العرش الحمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء. عندنا مثلا الطيار جعفر الطيار، الإمام زين العابدين سلام الله عليه وش كان يقول في الخطبة؟ وفضلنا بأن منا النبي المحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبطا هذه الأمة ومنا مهديها. اللهم صل على محمد وآل محمد. والإمام المعصوم منزه عن المبالغات، يعني ليش يفتخر بأسد الله وأسد رسوله ويفتخر بجعفر الطيار؟ هذا دليل على الاصطفاء من الدرجة الثانية أو الدائرة الثانية من الاصطفاء. عندنا أيضا خديجة سلام الله عليها، رسول الله وش يقول عن خديجة؟ رزقت حبها سلام الله عليه. يعني شوفوا حب السيدة خديجة من الأرزاق المعنوية الإنسان يحصلها، من الأرزاق الإيمانية إنه يحصل على محبة السيدة خديجة سلام الله عليها. في كلام الشيخ محمد سند المرجع الله يحفظه يقول لا يستكمل المؤمن إيمانه إلا بمعرفتهم وولايتهم وطاعتهم. منهم يقصد أصحاب الدائرة الثانية في حال بحوث في هذا المجال. شوف من كمال الإيمان أن الإنسان يرتبط ويتعلق روحيا بهذه الدائرة الثانية. علي الأكبر كذلك سلام الله عليه، حينما برز علي الأكبر وش قال الإمام الحسين؟ لقد برز إليهم أو فيهم غلام أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. ثم تلا هذه الآية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يعني طبق آية الاصطفاء على من؟ على علي الأكبر سلام الله عليه. السيدة مثلا أم البنين سلام الله عليها، نلاحظ أم البنين هذه لما قلت أنا في
عند حبيب النجار عنده ارتباط بهذا العالم ويهتم بشؤون الناس أكثر من اهتمامه بشؤون نفسه، يعني بنفسه. نلاحظ البنين كم الحوائج اللي تقضيهن. الحين نحن في هذه الجلسة أكيد حد في إيران يتوسل البنين، في العراق إنسان راكب تاكسي أو سيارة ويطلب منها الوصول بالسلامة، واحد إنسان في أماكن ثانية نفس الشيء يتوسل البنين. فهي عندها اطلاع بهذا العالم، تقضي حوائج الناس، تدير هذه بعض الأمور سلام الله عليها. لذلك هذا نجده القرآن أثبت هذه الحقيقة في حبيب النجار، قال يا ليت قومي يعلمون. نفس الشيء إذا نأتي إلى صاحب هذه الليلة السيد محمد سبع الدجيل سلام الله عليه. إذن خلاصة هذه المقدمة في نقطتين. النقطة الأولى بأن السيد محمد سبع الدجيل عنده اتصال بهذا العالم، يعني مو اللي راح عالم البرزخ وخلاص، له اتصال بهذا العالم. النقطة الثانية، أصحاب هذه النفوس يهتمون لشؤون الناس أكثر من شؤون أنفسهم، فتلاحظ اهتمامه مو انشغال أكثر بعالم الجنة وهذه الأمور، بل عنده انشغال، هذه من قمة العبودية لله سبحانه وتعالى. أصحاب هذه النفوس العظيمة عنده اهتمام بشؤون الآخرين. لذلك نحن نشوف الكرامات، وحتى يسمى في العراق أبو الكرامات. لاحظ هذه الكرامات، وهذا أو أبو الإشارة واحد من ألقابه كذلك سلام الله عليه، عنده عدة ألقاب. نأتي إلى أبو إشارة، بارك الله فيك شيخنا. إذا نأتي إلى النقطة الثانية والمحور الثاني، وهو سيرة السيد محمد سبع الدجيل سلام الله عليه. طبعا الإمام الهادي سلام الله عليه له من الأولاد 4 وأنثى واحدة، عند الحسين وجعفر والحسن والسيد محمد. أمه السيدة سليل أو سليل. توفي السيد محمد سبع الدجيل في 29 من جماد الثانية في عام 252 للهجري. طبعا يلقب عدة ألقاب، من جملتها لقب اللي هو محمد السيد محمد سبع الدجيل والسيد البعاج. طيب ليش لقبوه بهذا اللقب؟ هل أحد المعصومين لقبه بهذا اللقب أو الناس لقبته؟ من خلال التتبع هذا الناس لقبوه لأن شايفين عنده كرامات، فلذلك لقبوه بهذا اللقب. السبع كل ما له ناب كالفهد والأسد والنمر، السبع هذا معناته. يقولوا هذا كان في زمن من الأزمنة كان في موجود أسد على مقربة من القبر الشريف، وكان في لصوص يأتون إلى ذلك المكان، فكانوا يعترضون الزوار. طبعا الزوار يأتون فرادى أو جماعات أو عبر قوافل، فكان هؤلاء اللصوص يعترضون هؤلاء الزوار ويأذوهم. طبعا سبحان الله كرامة من السيد محمد، الله سبحانه وتعالى أنشأ هذا الأسد في ذلك المكان، فكان هذا الأسد يتصدى لهؤلاء اللصوص، ولذلك أطلق عليه بمحمد سبع الدجيل. طيب ليش سموه البعاج؟ البعاج يعني الطعان، يعني الطعن أو بعج يعني ضرب بطعنة في اللغة العربية، والطعان يعني هذا يقولك يعني هذه القضية مرتبطة كانت في زمن العثمانيين. هذا أحد أراد أن يطعن السيد محمد سبع الدجيل فردت إليه الطعنة. طبعا وايد يعني أشياء كثيرة يقول عن هذا ليش سمي بالبعاج، أشياء كثيرة من جملتها هذه واحدة من الأسماء أو سبب التسمية واللقب. ويقول لك أي إنسان كذا الزوار، إذا أي شخص أحد يؤذي هؤلاء الزوار يشعر بطعنة، ما يرى يعني شخصا ولكن يرى أثر هذه الطعنة. الإمام الهادي سلام الله عليه لما أشخص من المدينة إلى سامراء، يقولوا كان الإمام أو السيد محمد سبع الدجيل سلام الله عليه كان مولود في المدينة أو على تقريبا في سرية، منطقة تبعد عن المدينة 3 أميال تقريبا، أنشأها الإمام الكاظم سلام الله عليه. طبعا في تلك الفترة هو ترعرع
حينما ترعرع وقام أو مثل ما تقول كبر في السن، انتقل أو أراد أبوه أن يأتيه إلى سامراء. فحينما أشخص الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه وأبوه والإمام الهادي إلى سامراء، قرر السيد محمد سبع الدقيل أن يلتقي بأبيه ويروح إلى وين؟ إلى سامراء. بالفعل السيد محمد راح إلى سامراء مع أبوه والتقى به. أبوه أمره أن يرجع إلى وين؟ إلى المدينة. يقول حينما رجع إلى المدينة وصل المكان الذي مدفون فيه، وهو قضاء بلد أو بلد في الدقيل. في هذه المنطقة حينما وصل إليها مرض، فحينما مرض يعني جاء الأطباء لكي يعالجوه ما تمكنوا. بعض المحققين يقول بأن سبب وفاته، توفي طبعا هناك، سبب وفاته كان بسبب العباسيين دسوا إليه سما، على اختلاف الروايات. طبعا وصل الخبر إلى أبيه، ثم الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه وأبيه توجهوا مع مجموعة من الشيعة إلى ذلك المكان الذي توفي فيه، إلى السيد محمد سبع الدجيل. فيقول لك تأثر الإمام الحسن العسكري تأثرا كثيرا وحزن على أخيه، حتى أنه شق جيبه على أخيه. شو هذا؟ يعني مثل ما تقول واحد من الأدلة على أنه هذا الإمام أو السيد محمد سبع الدجيل سلام الله عليه من الدائرة الاصطفائية الثانية. يعني الإمام معصوم يشق جيبه على أخيه، غير أن تأثر أو هذا الحزن الذي تأثر به. ثم أنه طبعا اجتمعوا وراحوا معه وكفنوه ودفنوه وغسلوه وصلوا عليه في ذلك المكان. من كرامات الإمام أو السيد محمد سبع الدقيل سلام الله عليه، أنقذ كرامة واحدة إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ووختم إن شاء الله تعالى، ما أطيل عليكم. ينقلون بأن الشيخ محمد علي الأردبادي هذا ينقل عن واحد الشيخ أو محمود الأفندي البغدادي، يقول هذا كان عنده ألم في فخذه اليسرى، الأطباء ما تمكنوا أن يعالجوه. طيب، فيقول حدثتني نفسي في المسير إلى سامراء، في أثناء المسير في أثناء طريقه أتى إلى القبر أو محاذنا إلى القبر الشريف للسيد محمد سبع الدقيل. سأل اللي كانوا معه في العربة، قال لهم هذا قبر من أو هذه القبة لمن؟ فقال له أحدهم بأن هذه قبة للسيد محمد سبع الدقيل ابن الإمام الهادي سلام الله عليه. يقول رحت إلى سامراء وقضيت حاجتي، حينما رجعت جعلت مسيري في طريق هذه القبة الشريفة أو على طريق السيد محمد سبع الدقيل. يقول بعدين تشرفت بزيارته، فتوسلت الله سبحانه وتعالى به بأن يشافيني من علتي. وين هو هذا الألم الذي ما تمكن الأطباء من علاج هذا الألم؟ يقول بعد نمت رأيت في عالم الرؤيا سيدا عظيما بهيا، فقال لي قم فلقد شوفيت من مرضك. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول بعدين رجعت إلى بغداد إلى بلدي، فأخذت العائلة أولادي ثم ذهبت إلى مرقد السيد محمد سبع الدجيل. يقول قعدت معه ليلتين، سويت ذبائح ونذور أو قدمت الذبائح والنذور وأنا أعترف به بالجلالة عظيم شأنه عند الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وعقولنا بمعرفته ومعرفة أوليائه، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد